يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستئناف مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة طلائع الجيش لمواصلة تصدر ترتيب جدول المسابقة والحفاظ على الصدارة. وسيلتقي الأهلي مع طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري يوم الجمعة المقبل 2 ديسمبر على استاد الأهلي والسلام في 7 مساء بتوقيت القاهرة 8 بتوقيت السعودية وقطر، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس. ويعتلي النادي الأهلي قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط بعد تحقيق الفوز في الثلاثة مباريات السابقة، بينما يتواجد طلائع الجيش في المركز التاسع برصيد 4 نقاط. وتأكد جاهزية كل من محمد عبد المنعم وحمدي فتحي لاعب الفريق للمشاركة في مباراة طلائع الجيش القادمة بعد شفاء الثنائي من إصابتهم ومشاركتهم في التدريبات الجماعية للفريق. وقرر المدير الفني مارسيل كولر عودة أكرم توفيق لتشكيل الفريق في مباراة الطلائع القادمة بعد غياب اللاعب عن مواجهة المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر للإجهاد العضلي، والتي انتهت بفوز الأهلي بركلات الترجيح والتأهل لمواجهة سموحة في نصف النهائي.